أرجوكم سيبوني الليلة دي أكلم أختي المسلمة، أختي المنبهرة بفتنة الغرب، أختي المتمردة على آداب الإسلام، أختي المخدوعة بأضواء الليل. مش أنت مسلمة؟ طبعا. وأنا بقول لك أنت مسلمة، بنت مسلم وبنت مسلمة، فيكي خير. عايز أكلمك النهاردة بالراحة، عايز أصحي عندك عاطفتك الكامنة في أعماقك بحب الله والنبي محمد. أنت بتسمعي كلامي دلوقتي لوحدك بعيدا عن الناس. ما نحاولش نهرب من الحق. بيني وبينك اللي شايفنا ربنا واللي شاهد علينا ربنا. أنت من قلبك بتحبي ربنا، من جواكي بتحبي النبي، من جواكي مؤمنة بالقرآن. طيب اللي انت فيه ده في حياتك جملة، بمعنى ان شعرك عريان، وان لبسك مجسم، وبتتعاملي مع رجالة تضحكي او تهزري لكن مفيش اكتر من كده، وبتسمعي مزيكا واغاني وتشوفي افلام كده احيانا والى اخره. حياتك دي كده ترضي ربنا؟ هو ده اللي ربنا عايزه منك؟ هو ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ لازم تفهميني، الموت سيأتيك لا محالة. فري أين شئت وحافظي على صحتك كيف شئت، هتموتي. انظري حولك، أين الآباء؟ أين المعارف؟ أين الأحباب؟ أين الأصدقاء؟ اقري صفحة الوفيات كل يوم، سيخطفك الموت في أي لحظة. كم من إنسان مات بالسكتة القلبية، كم من إنسان خرج من داره ولم يعد، دهسته سيارة، كم من جميلة أفسد وجهها سرطان، أو أفسد قلبها نزيف داخلي، أو أفسد عقلها شحنة كهربية زيادة، أو أفسد رجليها ويديها شلل رباعي. كم وكم وكم. وإن كنت في قمة أنوثتك وصباك، من يضمن؟ إذن الحقيقة اللي بيننا دلوقتي إنك هتموتي، وأنا هموت، وأنا هموت، وهنقابل ربنا. أنت بتعتقدي كده برضو إن في يوم آخر، وفي جنة وفي نار، وفي صراط وميزان وصحف وحساب. ضحكوا عليكي، خدعوكي، وقالوا أنت حرة. لا، ما انتش حرة، بدليل إنك ما تضمنيش دلوقتي إنك تعيشي لبكرة، مش في إيدك. ما تضمنيش دلوقتي إنك انت تعيشي سليمة. ما تضمنيش دلوقتي إنك تقدري تاكلي أو تشربي بعد دلوقتي. ما تضمنيش دلوقتي إنك هتقومي من جلستك اللي انت قاعداها دي. إذا عرفتي كده يبقى أمرك مش بيدك، ده أمرك بيد الله سبحانه وتعالى. إذن أختي المسلمة، ليه تضحي بنفسك؟ عشان إيه؟ عشان راجل؟ طب الراجل ده دلوقتي لو والعياذ بالله ربنا يديك الصحة ويحفظ عليك صحتك وجمالك، لكن لو شوية صداع نصفي كده عملوا بس لوية في وشك كده، عينك عملت كده وبقك اتعوج كده، الراجل اللي مفتون بيكي وانت عامله كل ده عشانه. المخرجين هي فنانه هيجروا وراكي، المعجبين هيبصوا لك، المنتجين هيدوروا عليكي، الشباب هيعكسوكي، مين اللي هينفعك؟ مين اللي هيقف معاكي؟ ايه اللي هيدوم لك؟ خلينا نتكلم بالراحه. عايز اقول لك ان ربنا خلقنا
علشان نعبده، وهيحاسبنا على الحته دي. ده انا عايزك بقى تصلي، مش الصلاه النقش الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم، لا، ده انا عايزك بقى بعد الحجاب تستمتعي بالدين، تستلذي بالدين. عايزك تبدأي. قولي يا عم الشيخ عايزين نبدأ منين؟ البداية اهي الحجاب، وبعدين تاني خطوة الصلاة. نظبط ال5 صلوات، أول الفرض 3 القرآن. شوفي واحدة كده طيبة تعلمك تقري قرآن ازاي، تفهمي قرآن، تستمتعي بكلام ربنا. 4 تكفي عن الاختلاط بالرجال، هم دول اللي ضيعوكي، هم دول اللي أفسدوكي، هم دول اللي خدعوكي، هم دول اللي هيخلوكي تخسري دينك وآخرتك وربك ونبيك، تبقى علاقتك في حدود محارمك. أختي أنا خايف عليكي، أنا زي والدك، أنا جدك، خايف عليكي. يعني أنا هستفيد إيه إن أنا لما أقولك البسي الحجاب وتلبسيه؟ اللي بيقولوا لك إله الحجاب يستفيدوا مش فوقي، نستمتعوا بالنظر لجسمك لمفاتنك. فكري انت لوحدك دلوقتي وربنا سامعك وشايفك. قرري، انت مش عارفه هتموتي امتى، يمكن النهارده او بكره. باقي لي كلمه اخيره، ان السعاده سعاده القلب، والقلب في ايد ربنا، مش هيضع السعاده فيه الا هو. ففي النهايه استسلمي لربنا، سيبك من المناظر والصور والانبهار. اختي المسلمه تحجبي، صلي، التزمي مع القرآن، تدخلي الجنة وتعيشي الدنيا في أمان. الدنيا جنتها عبادة الله.